أمين شرطة موت مراته وعياله الأربعة وحماته وحماه وأخو مراته ب30 طلقة، وبيدعي وجود سحر هو اللي خلاه يعمل كده. والحكم مفاجأة. نورهان بنت جميلة من أسرة متوسطة الحال، أبوها اسمه الحاج محمد مريض قلب، وأمها اسمها الحاجة سماح مريضة كانسر، يعني عندها مرض السرطان. من اسكندرية، من شارع ترعة المردومة بمنطقة أبو سليمان. عايشين في شقة في عمارة مكونة من 5 أدوار، وهم ساكنين في الشقة اللي في الدور التاني. الحاج محمد ومراته سماح مخلفين نورهان وأحمد، ونورهان دي أكبر من أحمد. نورهان بنت في العشرينات، كانت خلصت تعليمها وتقدم لها شاب اسمه ياسر أكبر منها بحوالي 5 سنين، ومن اسكندرية تحديدا من منطقة الفلكي، وبيشتغل أمين شرطة. وأول ما شاف نورهان أعجب بيها جدا وعجبته، وقرر يتقدم لها، وراح لأبوها الحاج محمد أبو نورهان وتقدم لها. والحاج محمد سأل عليه ولقى شخص كويس ومناسب ووافق على الجواز. ولأن أهل نورهان ناس طيبين وغلابة مشوا الجوازة، وتم الزواج بين ياسر ونورهان. لكن من أول يوم الفرح وليلة الدخلة نورهان اتفاجئت بياسر بيرفع عليها الطبانجة بتاعته وبيهددها بيها. في الوقت ده نورهان ارتعبت وخافت جدا، وفتحت باب الشقة وجريت في الشارع، وعريسها ياسر كان بيجري وراها بالطبانجة. في الوقت ده العروسة نورهان كانت ماشية في الشارع وعمالة تصوت. في اللحظة دي الجيران اتلموا علشان يشوفوا العروسة نورهان اللي لسه في أول يوم دخلتها وبتجري في الشارع، وحاولوا إنهم يوقفوها ويهدوها. لكن من جبروت ياسر رفع عليهم السلاح هما كمان وهددهم بيه إن محدش يتدخل بينهم. لكن الجيران قدروا يهدوهم ودخلوا العروسة نورهان لبيتها مع عريسها ياسر. في الوقت ده أهل نورهان وعمامها راحوا لها البيت واتفاجئوا باللي نورهان بتقوله، إن عريسها ياسر رفع عليها الطبانجة. بس ياسر قال لهم إنه كان بيهزر معاها وهي اللي خافت وجريت. ويظهر إن العريس ياسر كان بيذبح لها القطة في أول يوم دخلتهم. في الوقت ده أهل نورهان حاولوا يهدوها وصلحوها على عريسها، وقالوا لها إن الأمر مش مستاهل كل ده، إنها تخاف وتسيب بيت جوزها في أول يوم الدخلة، هو إن الناس هيقولوا عليها إيه لو غضبت. هو رجعت بيت أبوها في أول يوم جواز ليها، وإنهم مش هيسلموا من كلام الناس، وإن مفيش عروسة بتسيب بيت جوزها من أول يوم الفرح. وطبعا في الوقت ده أهل نورهان كانوا فاكرين إن ياسر فعلا كان بيهزر زي ما كان بيقول لهم، وفعلا العروسة نورهان اتصالحت مع عريسها ياسر، واللي كان واضح جدا إن ياسر ده إنسان بشع وما يتعاشرش. لكن لأن أهل نورهان ناس طيبين جدا وغلابة وتقريبا كانوا عايشين اليوم بيومه، ما كانوش عارفين ياسر على حقيقته. وفعلا نورهان عاشت مع ياسر لمدة حوالي 10 سنين، كانت خلفت فيهم 4 أولاد، الكبير ياسين واللي عمره 8 سنين، وبعده أسيل اللي عمرها 6 سنين، وتالت طفل آسر اللي عمره 3 سنين، وبنتها الأخيرة والرابعة وعد واللي عمرها سنة و8 شهور. وخلال فترة جواز نورهان من ياسر ال10 سنين كان معظمهم خلافات ومشاكل وضرب وإهانة وذل وخيانة بأبشع أنواع الخيانات من ياسر لمراته نورهان. هو مش بس كده، ده كمان كان بيحرمها من مصاريف البيت. أسوأ 10 سنين نورهان عاشتهم في ذل وإهانة مع جوزها ياسر، اللي كان بيضربها لدرجة إنه في مرة حلق لها شعرها، ومرة شوه لها وشها من كتر الضرب، وكانت بتمشي في الشارع تداري وشها وسط الناس. وكان معيشها دايما في تهديد، وكل شوية يرفع عليها الطبنجة لو فكرت إنها ترد أو حتى تعارضه. وخلال ال10 سنين اللي نورهان عاشتهم مع ياسر، كانت لما بتروح تغضب عند أهلها يومين أو 3 كانت بتلاقي ياسر على طول رايح لها بيت أبوها علشان يرجعها لبيتها. ولما نورهان كانت بترفض، ياسر كان بيدخلها الأوضة في بيت أبوها ويرفع عليها الطبنجة ويهددها ويقول لها لو مرجعتش معاه البيت هيطلع يصفي أبوها وأخوها بره. ونورهان كانت كل مرة بتضطر إنها ترجع مع جوزها ياسر، لأنها كانت بتخاف منه جدا ومن تهديده ليها، لأنها عارفاه مفتري وجبار وممكن فعلا يأذي أبوها الحاج محمد وأخوها أحمد، واللي في عز شبابه وعمره 26 سنة. وكانت بتخاف وبترجع تاني لياسر وترجع تاني لمعاناتها معاه. ياسر كان إنسان مستحيل العشرة معاه، لكن أهل نورهان كانوا دايما بيحاولوا يهدوها. ونورهان برضو كانت عايزة تعيش وتربي أولادها، وزي أي ست على قد ما بتقدر كانت بتستحمل، واستحملت اللي محدش قدر يستحمله. حتى لما كانت بتحاول تغضب وتطلب الطلاق وبتكون جايبة آخرها من ياسر، كانت بتضطر ترجع تاني ليه
من كتر تهديداته، واللي كان مرة بيرجعها بالتهديد ومرة بالضرب وبالإهانة ومرة علشان خاطر أهلها، أبوها مريض القلب وأمها مريضة الكانسر. لحد عام 2023 في بداية شهر شعبان، نورهان ما بقتش قادرة على جبروت جوزها ياسر وإهانته وذله ليها وخيانته وضربه المستمر، وخدت ولادها وراحت غضبت عند أهلها وحكت لهم على كل حاجة جوزها ياسر بيعملوا فيها، وقالت لهم إنها خلاص ما بقتش قادرة تستحمله وصممت على الطلاق. في الوقت ده أبوها كان زي أي أب عايز يحافظ على بيت بنته، وكان خايف يوافق على قرارها ويظلمها بطلاقها من جوزها، وحاول إنه يهديها وقال لها إن كل البيوت بيحصل فيها مشاكل وخلافات وإنها معاها 4 عيال. حتى أحمد أخو نورهان حاول يضغط عليها علشان تستحمل جوزها ياسر علشان خاطر عيالها ما يتربوش من غير أب، لكن نورهان كانت أخدت قرارها خلاص إنها عايزة تتطلق من كتر المشاكل والضرب والإهانة والذل وتهديد ياسر مستمر ليها، ورفع عنه السلاح عليها وقالت لهم إنها خلاص رافضة ترجع له تاني، وكان بقالها غضبانة في بيت أبوها حوالي 10 أيام. في الوقت ده ياسر راح لبيت أبو نورهان علشان يرجعها وشاف أولاده، لكن المرة دي نورهان قالت له صريحة إنها رافضة ترجع له وإنه يطلقها. وبعدها ياسر مشي وكان معاه ابنه الكبير ياسين اللي عمره 8 سنين، واللي راح قعد عند جده وجدته من الأب لأنهم كانوا بيحبوه جدا. وبحكم عمل الزوج ياسر إنه بيشتغل أمين شرطة وكان بيحرس الكنيسة اللي في المنطقة عندهم، كان بيسيب ياسين عند أبوه وأمه. في الوقت ده ياسر كان تقريبا عنده حوالي 40 سنة، أما نورهان كان عندها حوالي 35 سنة. وبعد 3 أيام من آخر مرة ياسر راح علشان يرجع نورهان، اتصل على أبوها علشان نورهان ترجع تاني للبيت. في الوقت ده الحاج محمد أبو نورهان قال له يا ابني احنا في نص شعبان وصايمين، تعالى افطر معانا النهاردة وإن شاء الله خير، يمكن نورهان تلين وترجع معاك وربنا يقدم اللي فيه الخير. وكانت نورهان بالظبط بقالها حوالي 14 يوم غضبانة. ويوم الواقعة ليلة النص من شعبان الموافق 6 فبراير عام 2023 ياسر راح لشغله عادي، وبعدها راح لأبوه وأمه وهددهم ورفع عليهم السلاح إنهم يدوه فلوس لأنه مش معاه فلوس. وبعدها أخد ابنه ياسين وركب على الموتوسيكل بتاعه وقال له إنهم رايحين عند أمه، ولو أمه مرجعتش معاهم هيموتها وهيموتهم كلهم وهيموته هو واخواته، وقال له ما يقولش لحد على الكلام ده علشان ما يموتوش. في الوقت ده ياسين ما كانش فاهم أي حاجة، لكنه كان خايف جدا من كلام أبوه وتهديده الواضح ليه، واللي كان واضح جدا منه إن ياسر كان رايح ومقرر ومخطط هو هيعمل إيه وهينفذ إزاي. وعلى الساعة 5:05 تقريبا ياسر كان وصل لبيت حماه ومعاه ابنه ياسين. في الوقت ده نورهان كانت في المطبخ بتجهز الأكل علشان كلهم كانوا صايمين وعلشان يفطروا سوا، وأبوها الحاج محمد استقبله وقعد مع ياسر. أما ياسين أمه سلمت عليه ودخل جوه الأوضة لإخواته ولقاهم قاعدين بيتفرجوا على التلفزيون وقعد معاهم. أما سماح أم نورهان كانت صايمة ولأنها مريضة كانسر كانت نايمة على السرير تعبانة. أما أخو نورهان اللي هو أحمد كان قاعد في أوضته وتقريبا كان نايم. في الوقت ده ياسر كان قاعد مع حماه الحاج محمد ونورهان علشان نورهان ترجع لبيتها، فأبوها الحاج محمد قال له والله يا ابني أنا لو كان عليا عايزها ترجع لبيتها علشان خاطر العيال ما يتبهدلوش، وإنه مش عايش ليها طول العمر، خصوصا إنه مريض وشايل عضلة من القلب وعضلة من رجله. وقال له حتى أمها مش عايشة لها طول العمر لأنها برضو ست مريضة. لكن في الوقت ده نورهان قالت لياسر إنها خلاص ما بقتش عايزاه وإنها مش عايزة حاجة منه غير ورقة طلاقها، وإنها استحملته كتير جدا من ضرب وإهانة وذل، وزي ما دخلوا بالمعروف يطلقوا بالمعروف لأنها خلاص أخدت قرارها. في الوقت ده ياسر هددها إنها لو ما رجعتش معاه هيموتها، بس في الوقت ده نورهان سابته ودخلت المطبخ علشان تشوف الأكل اللي كان على النار. اللحظة دي ياسر بدأ ينفذ جريمته وقال لحماه إنه عايز يدخل الحمام، وفعلا دخل الحمام وهو جوه طلع سلاحه اللي كان مخبيه في هدومه، وكان جايب 3 خزن طلقات ميري وملكي. وميري يعني خزن الشرطة واللي بتديهاله للمسدس بتاعه، وملكي يعني شاري خزن طلقات من محل أسلحة، والخزنة الواحدة بيكون فيها 16 طلقة. ومن ضمن ما هو كان بيعمر الطلقات نسي خزنة على الغسالة في الحمام، وبعد ما عمر المسدس بتاعه وظبطه طلع بعدها ودخل على نورهان في المطبخ وضربها أول طلقة بس ما جاتش فيها، فضربها التانية في نص دماغها ووقعت على الأرض.
في الوقت ده أبو نورهان الحاج محمد جري على بنته على الصوت وهي في المطبخ، فياسر أول ما شافه ضربه كذا طلقة في وشه وفي رجله وفي صدره، ووقع مات جنب بنته على الأرض. وفي نفس الوقت الحاجة سماح اللي هي أم نورهان جريت علشان تشوف في إيه، وطلعت من أوضتها وشافت بنتها نورهان وجوزها واقعين على الأرض، ولسه بتجري ناحية الباب علشان تستغيث بالجيران. ياسر ضربها طلقة في ظهرها. وفي نفس الوقت أحمد ابنها كان طلع من أوضته ولسه بيرفع إيده الشمال علشان يحوش عن أمه. ياسر ضربه أول طلقة في إيده الشمال وضربه كذا طلقة، ولسه الحاجة سماح عايزة تحوش عن ابنها. ياسر ضربها كذا طلقة في جسمها. وفي نفس اللحظة أحمد ابنها راح علشان يحضن أمه علشان يحوش عنها الطلقات، فياسر ضربه 16 طلقة. في الوقت ده الحاجة سماح كانت ماتت ووقعت على الأرض، وأحمد ابنها وقع ومات فوق منها. لكن ابنه الكبير ياسين كان شايف كل ده وكان مرعوب جدا، وأول ما شاف كده خاف وافتكر كلام أبوه إنه هيموتهم، فراح واستخبى بين السرير. في اللحظة دي ياسر دخل الأوضة اللي فيها عياله، أسيل اللي عمرها 6 سنين، وآسر اللي عمره 3 سنين، ووعد اللي عمرها سنة و8 شهور. فكانوا ال3 أولاد كلهم على السرير بيتفرجوا على التلفزيون. فياسر بس راس أسيل بنته وبعدها ضربها طلقتين في نص راسها، ولما ماتت ضرب آسر طلقتين في صدره، ولما اتأكد إنه مات بعدها ضرب البنت الصغيرة وعد طلقة في جبهتها بين حواجبها بالظبط. وبعد كده التفت لياسين اللي كان مستخبي بين السرير وضربه طلقتين في فخده وطلقة في إيده. في الوقت ده ياسين ما كانش مات، لكنه عمل نفسه مات ونام على الأرض وغمض عينه علشان أبوه ما يعرفش إنه لسه عايش. في الوقت ده ياسر كان ضربهم كلهم 30 طلقة. وبعد ياسر ما خلص حط طبنجته في جيبه وطلع من الشقة وقفل باب الشقة وراه ومشي. وفي وسط الدوكة دي الجيران كانوا سامعين صوت الطلقات، وقالوا إنهم كانوا فاكرين إن ده ضرب صواريخ، وما كانوش عارفين إن ده ضرب نار وطلقات. وأثناء ما ياسر كان ماشي من البيت في بعض الجيران شافوه وحسوا إن الضرب ده كان ضرب نار مش ضرب صواريخ زي ما كانوا متخيلين. ياسر في الوقت ده اتصل على أمه وقال لها إنه موتهم كلهم وإنه جاي لهم علشان يموتها هي وأبوه. وفي نفس الوقت اللي ياسر كان مشي فيه أخت الحاجة سماح كانت رايحة علشان تزور أختها، وفضلت تخبط على الباب بس محدش كان بيرد عليها، واتصلت عليهم بس برضه ما كانش في حد بيرد، فخافت ليكون حصل حاجة وخبطت على الباب جامد، فالباب القفل بتاعه اتكسر. وأخت سماح دخلت واتفاجئت بالمذبحة اللي قدامها لما لقت أختها سماح وقع على الأرض وعليها ابنها أحمد وغرقانين في دمهم، فانصدمت. فلسه بتدخل لقت في المطبخ نورهان وأبوها على الأرض ميتين بنفس الطريقة، فدخلت الأوضة لقت العيال كلهم ميتين على السرير، ولقت ياسين بيستنجد بيها وبقول لها أبوه هو اللي عمل كده فيهم. في الوقت ده الجيران كانوا بلغوا الشرطة ورجال الأمن وصلوا والإسعاف، والشرطة وقتها انقلبت في منطقة أبو سليمان، وفورا الإسعاف نقلت الطفل ياسين واللي كانت حالته خطيرة جدا. ولما رجال الأمن بدأوا يعملوا تحرياتهم بعض الجيران والأهالي إنهم شافوا أمين الشرطة ياسر جوز نورهان وكان موجود في البيت هنا، وقالوا إنهم كانوا سامعين صوت طلقات بس افتكروها صواريخ علشان كانوا داخلين على شهر رمضان. وقتها رجال أمن اسكندرية فرضوا كردون أمن حوالين البيت، وتم ندب فريق من البحث الجنائي للمعاينة ورفع البصمات ومناظرة جثث المجني عليهم. والمناظرة يعني يعرفوا الشخصيات اللي ماتت دي وهويتهم وصلاتهم ببعض والإصابات اللي فيهم، واللي كانت إصاباتهم في منطقة الصدر والظهر برصاصات نارية ليها فتحات دخول وخروج. يعني مثلا الطلقة دخلت من البطن طلعت من الظهر. وفتحات الدخول والخروج دي بتحصل لما الطلقة بتنضرب من مسافة قريبة جدا. وجمع فريق البحث الجنائي حوالي 30 فرغ طلقة عيار 9 ملي من أماكن متفرقة في الشقة، واللي كانوا حوالي خزنتين من الطلقات، وتم تحويل ال7 جثامين واللي هم من الأب اللي هو الحاج محمد ومراته سماح وابنهم أحمد اللي عمره 27 سنة وبنتهم نورهان وولادها ال3 أسيل وآسر ووعد، وحطوهم في 4 عربيات إسعاف وتحولوا لمشرحة أبو قير العام ومشرحة مستشفى راس التين العام لتشريح الجثث في الطب الشرعي وبيان سبب الوفاة. أما الطفل ياسين انحجز في طوارئ الجراحة في مستشفى الجامعة ودخل العمليات والحمد لله عاش، لكن حالته كانت غير مستقرة. في الوقت ده الزوج ياسر كان هرب، لكن رجال الأمن قدروا يقبضوا عليه في خلال كام ساعة من خلال تتبع جهاز اللاسلكي اللي كان معاه، واللي قدروا يسمعوا من خلاله اعترافه وهو بيتصل على أمه من تليفونه وبيقول لها إنه خلص عليهم ورايح يموتها هي وأبوه، لأن في الوقت ده كان جهاز اللاسلكي كان مفتوح، فرجال الأمن قدروا يسمعوا المكالمة.
وبعد التحقيقات والتحريات تم تحويل ياسر للمحكمة في قضية عاجلة، واللي كان الشاهد الوحيد فيها هو ابنه ياسين، واللي شهد إن أبوه جاله وهو عند جده وجدته من الأب وخده علشان يروح لأمه، وقبل ما يروحوا قال له إن أمه لو ما رجعتش معاه البيت هيموتهم كلهم، وإنه شافه وهو بيموتهم، ولما ضربه بالطلقات هو كمان عمل نفسه ميت علشان كان خايف يموته لو لقاه لسه عايش. وتم معالجة ياسين واللي كان بيخضع لرعاية طبية ونفسية، وكان معاه الدكاترة الخاصة بحالته أثناء المحاكمة، وهم بيحاولوا يأهلوا ياسين نفسيا إنه يتكلم وما يخافش، وكانوا متابعين حالته إنه يتخطى الحالة النفسية اللي هو تعرض لها. أما النيابة قدرت تثبت إن ياسر إنسان سيء السمعة، حتى أهله شهدوا ضده إنه كان عايز يموتهم وهم كمان، وإنه بيتعاطى المخدرات، وعرضوا الأدلة واللي كانت أقوال 13 شاهد، وتقارير الطب الشرعي الخاصة بالجسامين السبعة، وتقرير الأدلة الجنائية، وآثار فحص سلاح المتهم ومقارنته بالفوارغ والمقاذيف المضبوطة، وفحص كاميرات المراقبة اللي كانت حوالين البيت اللي هو مسرح الواقعة. أما ياسر وهو في قفص المحاكمة ظهر وهو ماسك مصحف في إيده، ومرة وهو ماسك سجادة صلاة، وقال إنه واقف بطوله وإن في سحر هو اللي خليه يعمل كده، وشوية كلام أهبل عن السحر. الواقعة دي كانت من أبشع وأغرب القضايا، وانشهرت بمذبحة اسكندرية. وبعد جلستين محاكمة وتالت جلسة تم النطق بالحكم في أسرع قضية في مصر من بشاعتها. ويوم 6 شهر 5 عام 2023 حكمت محكمة جناية الإسكندرية على ياسر بإحالة أوراقه للمفتي، يعني يتعدم. وقررت أيضا المحكمة معاقبته بالسجن 3 سنوات لتعاطيه المخدرات، يعني هيتحبس وهيتعدم. وأهالي المجني عليهم فرحوا جدا بالحكم وهللوا بيحيى العدل، وكانوا راضيين جدا بالحكم واللي تم الحكم فيها في أقل من شهرين.